سابقا اتكلمت في الفيديو اللي فات عن افضل موبايلات بسعر 7000 جنيه. ذكرت فيه شاومي ريدمي نوت 13 برو وريلمي سي 67 4G والانفينكس زيرو 30 4G. في الفيديو ده هعمل لك مقارنة بينهم عشان تعرف الافضل والمناسب ليه. هنبدأ بالشاومي ريدمي نوت 13 برو. الموبايل بيجي بتصميم الظهر من الزجاج والفريم من البلاستيك. اما الريلمي سي 67 تصميمه من البلاستيك بالكامل. اما الانفينكس تصميم الظهر من الزجاج والفريم من البلاستيك. هنا المتفوق في التصميم الانفينكس ومن بعديه الريدمي نوت 13 برو. نوع الشاشة أموليد بحجم 6.67 بوصة، دقة فل اتش دي بلس، معدل التحديث 120 هرتز. أما الريلمي سي 67 نوع الشاشة اي بي اس بحجم 6.72 بوصة، الدقة في الاتش دي بلس، معدل تحديث 120 هرتز. أما الانفينكس زيرو 30 نوع الشاشة أموليد بحجم 6.78 بوصة، الدقة في الاتش دي بلس بمعدل تحديث 120 هرتز. فهنا الأفضل في الشاشة الريدمي نوت 13 برو ومن بعدين الانفينكس. الريدمي نوت 13 برو بيجي معالج سناب دراجون 7 اس الجيل التاني، أداء قوي ومناسب للاستخدام التقيل. أما الريلمي سي 67 بيجي معالج سناب دراجون 685، هو معالج قوي ومناسب للاستخدام اليومي والسوشيال ميديا، مش الأفضل في الألعاب التقيل. أما الانفينكس زيرو 30 بيجي معالج هيليو جي 99، معالج أفضل في الألعاب وسريع في التنقل وثابت ومش بيسخن. فهنا المتفوق الريلمي نوت 13 برو ومن بعدين الانفينكس زيرو 30. الريلمي نوت 13 برو بيجي برام 8 زائد 128 ورام 8 زائد 256 ورام 12 زائد 512 جيجا. أما الريلمي سي 67 بيجي برام 6 زائد 128 ورام 8 زائد 256. الانفينكس بيجي برام 8 زائد 256 والريلمي سي 67 بيدعم كارت مومر، اما الانفينكس مش بيدعم كارت مومر. وكذلك الريلمي نوت 13 برو. الريلمي نوت 13 برو بيجي بكاميرا خلفيه 200 ميجا بكسل زائد 8 ميجا بكسل زائد 2 ميجا بكسل مع مثبت بصر. اما الكاميرا الاماميه 16 ميجا بكسل. الريلمي سي 67 بيجي بكاميرا خلفيه 108 ميجا بكسل والاماميه 16 ميجا بكسل. والانفينكس زيرو 30 بيجي بكاميرا خلفية 108 ميجا بكسل، أما الأمامية 50 ميجا بكسل. الأفضل في الكاميرا الأمامية هو الانفينكس والأفضل في الكاميرا الخلفية هو الريدمي نوت 13 برو. الريدمي نوت 13 برو بيجي ببطارية 5100 ملي أمبير بسرعة شحن 67 واط. أما الريلمي سي 67 بيجي ببطارية 5000 ملي أمبير بسرعة شحن 33 واط. الانفينكس بيجي ببطارية 5000 ملي أمبير بسرعة شحن 45 واط. فالمتفوق هنا في البطارية هو الريدمي نوت 13 برو. تيجي في العيوب بقى، الريدمي نوت 13 برو مش بيدعم كارت مومع. اما الريلمي سي 67 الشاشه مش امول، اداؤه في الالعاب متوسط. اما الانفينكس زيرو 30 مش بيدعم كارت ميموري وواجهه الاستخدام في الانفينكس مش احسن حاجه عند بعض الناس. كده يبقى خلص الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك وصلي على النبي.